بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، تحري ليلة القدر. ليلة القدر ليلة عظيمة الشأن، فهي خير من 1000 شهر، أي بما يزيد على أكثر من 80 سنة في الأجر والثواب، فلذلك كان لها عناية خاصة، لأنها منة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة المحمدية. لذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وعلى قيامها، وبين وقتها في أكثر من حديث. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وفي الصحيحين أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان في العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: كنت أجاور هذه العشر، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه، انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. وعند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وعند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في 7 الأواخر. وللحديث بقية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.